خلال الساعات اللي فاتت الفنانة اللبنانية مايا نعمة نجمة برنامج ستار أكاديمي عملت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وده بعد ما ظهرت في آخر حفلاتها في لبنان وهي حامل، وكانت بتغني وترقص بشكل هستيري على المسرح. الصور والفيديو اللي انتشرت بتوضح تفاعل الجمهور مع مايا لما شافها بفستان ضيق موضح جدا بطنها المنفوخة. الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا أظهرت مايا وهي بترقص وبتغني، وكان واضح جدا حملها عليها. بعدها مايا فاجأت متابعيها على انستجرام بخبر حملها في طفلها الأول من جوزها مدرب اللياقة البدنية شربيل أبو خطار بعد ما عدى أكتر من 4 سنين على جوازهم. وفي وقت سابق نشرت مايا فيديو على انستجرام كانت ماسكة فيه علبة صغيرة على شكل قلب أحمر وبتعمل حركات غزل ودلع لجوزها اللي تفاعل معاها بشكل طريف وخد الكاميرا بسرعة عشان يظهر مايا لابسة فستان أحمر ضيق موضح حملها بشكل كبير. واللي ما يعرفش مين هي مايا نعمة، هي فنانة شابة عندها 36 سنة، مغنية وراقصة لبنانية من أم روسية. بدأت شهرتها لما شاركت في الموسم الثالث من البرنامج الشهير ستار أكاديمي. مايا شاركت كمان في برنامج الرقص مع النجوم سنة 2014 وحققت أعلى الدرجات في تاريخ البرنامج، وكمان قدمت برنامج تالنتين على قناة OTV سنة 2012 اللي حقق نجاح كبير. مايا كانت متجوزة من الموزع الموسيقي وليد المسيح سنة 2010، لكن انفصلوا في 2017، وبعد كده اتجوزت شربيل أبو خطار جوزها الحالي وأبو طفلها المستقبلي.